اهلا بيكم في قناه موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الملخصات الجديده. فيلمنا بيبدا في نهايه الحرب العالميه الثانيه سنه 1945، وفي السنه دي كانت المانيا بتحارب وجابت اخرها وبتضرب في الدول اللي حواليها كلها، وساعتها امريكا دخلت في حرب لاسباب كده ملناش دعوه بيها دلوقتي، وعلشان كده الوضع اتغير والحرب ولعت. وبيقرر دول الحلفاء الحرب الطويله ضد المانيا لحد ما استسلم هتلر، لكن هتلر ركب دماغه واعلن عن حرب شامله، وكان بيستخدم الشباب والستات والشيوخ والاطفال في الجيش، وكانت حرب صعبه وسجال بينه وبين دول الحلفاء. وبنعرف ان الدبابات الالمانيه كانت اقوى بكتير من الدبابات الامريكيه. وفي شهر ابريل في معركه على ارض المانيا بنشوف واحد الماني وهو بيمشي الحصان بتاعه في ارض المعركه بعد ما خلصت، لكن بيتفاجئ بواحد امريكي لسه عايش وهو بينط عليه من فوق الدبابه وبياخده على الارض وبيقتله على طول. وبعدها بيرجع للدبابه مره تانية وبيقول للفريق بتاعه اللي كانوا بيصلحوا الدبابه انه قتل قائد الكتيبه الالمانيه، وبيكون الفريق ده فريق القائد وور دادي، واللي يعتبر من افضل الفرق والجنود في الجيش الامريكي، والدبابه بتاعته معروفه باسم فيوري. وبسبب طريقه القائد في الحرب كانوا بيقدروا يطلعوا من اي معركه عايشين بالرغم من موت الباقي، وكان جنود الفريق زعلانين علشان ليهم صديق مات في المعركه. وبيحاول وور دادي يهون عليهم وبيقول لهم ان الحرب اكيد قربت تنتهي وهيرجعوا اخيرا لبلدهم. وبعد ما الجنود بيصلحوا الدبابه بيتحركوا لاقرب معسكر، ولما بيوصلوا بيشوفهم قائد الجيش وبيقول لوور دادي انه افتكره مات في المعركه الاخيره، فبيرد عليه انه زي القطط بسبع ارواح. وبيروح وور دادي يقعد لوحده وبيفكر في الجنود اللي ماتت قدام عينه وما قدرش يعمل لهم اي حاجه. وبعدها بيجي له جندي وبيتكلم معاه وبيعرفه انه هيبقى سواق الدبابه الجديده، فبيبص له وهو مصدوم جدا لانه لسه صغير وما عندوش اي خبره في الجيش، فبيرفض على طول. لكن الجندي بيصمم انه يكون معاه وبيقول له انه قائد الجيش هو اللي امر بكده. وساعتها بيوافق وور دادي وهو قرفان وبيعرف ان اسمه نورمان وانه ما بقالوش 3 اسابيع على بعض في الجيش، وبيطلب منه يروح للدبابه علشان يتعرف على باقي الفريق ويعرف منهم هيعمل ايه بالظبط. وبعدها بيروح نورمان علشان يتعرف على الفريق، واول ما بيشوفوه بيرخموا عليه وبياخد جرد شنطته وبيفتش على سجاير، لكن نورمان بيقول له انه عمره ما دخن قبل كده، وبيعرف انه كان كاتب على الآلة الكاتبه في الجيش الامريكي بس بعتوه للحرب علشان يحارب في المانيا. وساعتها بيعرفوا انه ما عندوش اي خبره في اي حاجه وهيبقى عالي عليهم، فبيأمروا يغسل الدبابه، ولما بيدخل بيلاقيها كلها دم فما بيستحملش وبيطلع بسرعه وبيقعد يرجع. وبعدها بيشوف عربيه مليانه جنود كتير امريكان فبيجمد قلبه كده وبيقوم علشان يكمل. وبيعرف وور دادي انهم اسروا جندي الماني فبيروح يضربه بس فريقه بيهديه. وبعدها بيسأل نورمان لو كان قتل حد قبل كده، فبيقول له انه عمره ما قتل حد ولا بيعرف يمسك سلاح اصلا. فبيؤمر جريدي يعلمه ازاي يستخدم السلاح وبيسيبهم ويمشي، وبيروح جريدي وبيعرفه ازاي يستخدم السلاح وازاي يضرب نار. وفي نفس الوقت وور دادي كان مع باقي قادة الفرق علشان يعرضوا اخر المستجدات، وبيجي لهم مرسول من القائد الاعلى للجيش علشان يعرفهم مهمتهم الجديده اللي هيعملوها. وبيعرفهم المرسول ان وور دادي هو اللي هيكون قائد الكتيبه كلها، وبيطلب منهم يتحركوا كلهم دلوقتي حالا وبسرعه علشان يقابلوا قائد الجيش في المعسكر اللي بعدهم ويساعدوا الكتيبه اللي هناك. فبيستعدوا علشان يتحركوا مع بعض للهجوم على الجيش الألماني، وبيركبوا الدبابات وبيتحركوا مع بعض للمعسكر. وفي الطريق بيشوف نورمان جنود ألمان داخل الغابة بس بيخاف يعمل أي حاجة علشان شاف معاهم أطفال. وبعدها بتضرب عليهم قذيفة بتدمر الدبابة اللي قدامهم، وفي واحد بيتحرق فبيقتل نفسه، فبيضربوا عليهم نار بسرعة وبيهربوا من المكان. وبعدها بيروح وور دادي علشان يتأكد لو لسه موجودين، وبيشوف الأطفال اللي كانوا مع الألمان وبيتضايق، وبيروح لنورمان وبيتعصب عليه وبيضربه علشان شافهم ومضربش عليهم نار، فبيعتذر له وبيوعده مش هيعمل كده تاني. وبعدها بيوصلوا للمعسكر وبيروح وور دادي وبيقابل قائد الجيش، ولما بيسألوا القائد عن عدد الدبابات اللي معاه بيقول لوور دادي انه معاه 4 دبابات بس، فبيتضايق جدا وبيفهموا انهم محتاجين على الاقل 10 دبابات علشان يقدروا يسدوا قدام الالمان. وبيعرفوا ان الجيش الالماني معاه دبابات احدث من اللي معاهم بكتير ومدافع مضاده للدبابات، وكده ممكن يخسروا بسهوله لو دخلوا قدامهم في المعركه دي. فبيعرف وور دادي ان مهمتهم انهم يساعدوا جزء من الكتيبه بتاعته، ووصل للمدينه اللي بعدهم بس اتحاصر هناك للاسف. وبيعرفوا ان لحد دلوقتي اي كتيبه راحت هناك اتدمرت، وعلشان كده لازم يقسموا نفسهم مجموعتين ويتقابلوا في المدينه علشان يقدروا يمنعوا اي دعم من الجيش الالماني. فبيتحرك بعدها وور دادي مع الكتيبه للمدينه، ولما بيوصلوا لحدود المدينه بيؤمر القائد الجنود المشاة يتحركوا مع بعض في الصفوف ويقفوا كلهم ورا الدبابات علشان محدش منهم يتصاب. وفجاه بيضرب عليهم نار وما كانش الجنود الامريكان شايفين الضرب جاي منين، فبيؤمر القائد الجنود اللي معاه يضربوا قدامهم، وبيفضلوا يضربوهم اكتر من ضربه لحد ما بيقتلوهم كلهم. بس فجاه بتضرب عليهم دبابه بمدافع مضاده للدبابات، فبيؤمر الجيش القائد كله يضرب عليهم بالرصاص واللي يحصل يحصل. وبتحصل معركه جامده جدا واخيرا بيقدروا يخلصوا على الدبابه الالمانيه.
وبيفتكروا ان المعركة خلصت، بس فجأة بيلاقوا دبابة تانية بتضرب عليهم بمدفع مضاد للدبابات ألعن من اللي قبله، وبيفضلوا يضربوا عليها لحد ما بيدمروها أخيرا. ولما بيشوف نورمان الجنود اللي قتلها بينهاروا وبيعيط وبيقولوا انه مش هيقتل اي حد تاني. فبيقول له وور دادي ان المفروض يكون ممتن انه موجود معاهم، وانه دلوقتي ما كان احسن واحد ساق الدبابة دي وما كانش جبان كده زيه. فبيقول له نورمان انه هيحاول يكون عنده حسن ظنه. وبعد ما الموشي خلصوا على الجنود الالمان بينزل وور دادي ونورمان وبيعرفوا انهم اسروا جندي الماني. فبيطلب من نورمان يقتله لكن بيرفض، فبيضربه وبيمسكوا السلاح بالعافيه وبيخليه يقتله. فبيقول باقي الكتيبه لنورمان ان القائد انسان كويس ومن غيره كنا هنموت، وانه متعصب لان الالمان قتلوا معظم اصحابه. وبعدها بيجي القائد وبيطلب منهم يستعدوا علشان هيتحركوا. ولما بيوصلوا للمدينه وبيشوفوا راجل عجوز بيسالوا على مكان الجيش الالماني، واول ما بيشاور لهم بتيجي طلقه في نص دماغه وبيموت. فبيؤمر القائد الجيش يضرب البيت اللي فيه القناص، وفعلا بيدق البيت على اللي فيه كله، لكن فجاه بينضرب عليهم نار من تحت بيت. فبيؤمر وور دادي الدبابه اللي وراه انه يضرب عليهم بسرعه، فبيدمر البيت كله فوق دماغهم. وبيدخلوا كلهم بعدها للمدينه، وساعتها الاهالي والجنود بيخرجوا وهم مستسلمين علشان ما يموتوش، بس هم بيقتلوا قائد الجيش. وبعدها بيدخلوا البيت فيه بنتين وبيخلوهم يعملوا اكل وبياكلوا. وبيجي قائد الجيش وبيعرفوا ان في مهمه اصعب من اللي عملوها، وقال له ان الجيش الالماني بيقرب من المقر الرئيسي للجيش الامريكي، وللاسف مفيش اي حد موجود هناك غير المدنيين تقريبا. وبيطلب منه يروح هو وكتيبته في اسرع وقت للمقر الرئيسي يحمي الاهالي والمؤن بتاعتهم. وبيعرفوا ان لو الجيش الالماني وصل قبلهم كل المدنيين دول هيموتوا، بالاضافه كمان انهم هيخسروا كل المؤن بتاعتهم. وفجاه بيحصل قصف على المدينه من الطياره الالمانيه وبتموت البنتين اللي كانوا معاهم. فبيزعل نورمان وبيحاول ينقذهم، بس جريدي بيهديه وبيحاول يواسيه، وبيتحركوا علشان يوصل للمقر في اسرع وقت. لكن وهم في الطريق بيلاقوا دبابه بتضرب عليهم بمدفع مضاد للدبابات، وبتضرب وبتدمر دبابه من اللي معاهم في ثواني. فبيتصدم وور دادي من اللي حصل، وبيؤمر الجيش يعمل ستار دخان علشان ما يقدروش يضربوا عليهم. وبعدها بيضرب الجنود كلهم الدبابه بالمدافع اللي معاهم، لكن الغريبه ان ما بيحصلهاش اي حاجه. فبيحاولوا يقربوا منها علشان يقدروا يخلصوا عليها، بس فجاه الدبابه الالمانيه بتضرب عليهم وبتدمر دبابه تانيه. وكده ما فضلش مع وور دادي غير دبابتين بس. وبعد شويه ضرب هنا وهناك بتتدمر الدبابه التانيه، ومش بيبقى فاضل غير الدبابه بتاعه القائد. فبيؤمر الفريق اللي معاه يتحرك بسرعه لقدام، وفي نفس الوقت يتفادوا المدفع اللي قدامهم. وبيفضل يضرب في الدبابه الالمانيه لحد ما اخيرا بتتدمر، وبيخرج منها جنود ألمان وبيضربهم القائد بالرشاش وبيخلص عليهم. وبيخلص نورمان على القائد الألماني بنفسه، فبيفرحوا كلهم. لكن للأسف اللاسلكي بتاع الدبابة كانت صاب ومش عارفين يتواصلوا مع أي حد. فبيتحركوا للمدينة لوحدهم، ولما بيوصلوا بينفجر لغم تحت الدبابة والسير بيتقطع. فبيقفوا في الطريق علشان يصلحوها. بيقول لهم جريدي ان الموضوع هياخد وقت وهيضطروا للأسف انهم يفضلوا الباقي اليوم. فبيطلب وور دادي من نورمان يروح لأول الطريق علشان يراقبه ويبلغهم لو شاف حد من الألمان. وفعلا بيروح نورمان وبيكون مستخبي علشان محدش يشوفه. وفجأة بيسمع صوت، ولما بيشوف مصدره بيلاقي كتيبة من الجيش الألماني بتقرب عليهم بالعربيات المصفحة. فبيروح بسرعة علشان يبلغ القائد وبيعرفهم ان عددهم كبير جدا وان معاهم عربيات مصفحة. فبيقرروا يهربوا للغابة لحد ما الكتيبة دي تمشي، وساعتها يرجعوا تاني علشان يصلحوا الدبابة بتاعتهم ويكملوا في طريقهم. بس القائد بيقول لهم انه عمره ما هرب قبل كده، وبيقرر يفضل ويحارب لوحده. وبيقول لهم اللي عاوز يمشي يمشي، لكنهم بيرفضوا وبيفضلوا معاه. فبيجيبوا جنود ألمان وبيلبسوهم لبس الأمريكان وبيحرقوهم علشان يبان إن الكتيبة كلها ماتت. وبعدها بيوصل الجيش الألماني وبتبدأ المعركة، وبيفضلوا يضربوا في الألمان. وبتكون المعركة شرسة جدا، وبيبدأوا يموتوا واحد ورا التاني وبيتصاب القائد. وبعدها بيقول لنورمان انه كان بيعامله وحش علشان يكون شخص قوي، وبيطلب منه يسامحه. ولما بيقول له نورمان انه هيستسلم بيقول له اوعى تعمل كده لانهم هيعذبوك. وبيطلب منه يستخبى تحت الدبابه. ولما بينزل بيشوفه جند الماني لكنه بيصعب عليه فبيسيبه. وتاني يوم بيدخل للدبابه وشويه وبيلاقي الباب بيتفتح، وبيلاقي ان الجنود الامريكان وصلوا. بيعرفوا انه بطل هو والفريق اللي كانوا معاه علشان حاربوا كتيبه كامله لوحدهم وبياخدوه معاهم. وبيفضل باصص ناحيه فيوري في مشهد مؤثر جدا. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.